بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين وصلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه الأخيار. الكرانك أو الكرانك شافت يعني باللغة الإنجليزية، بالعربي عمود المرفق. يعني هو الجزء الأهم في محرك السيارة، وهو الجزء الذي يقوم بتحويل الحركة الترددية القادمة من حركة البستن أثناء عملية الاشتعال أو شوط القدرة إلى حركة دورانية. المحرك كما تعلمون يدور يعني آلاف الدرجات المئوية، يصل إلى 10,000 درجة مئوية في بعض السيارات. فلهذا السبب يتعرض الكرنك لإجهادات كبيرة نتيجة السرعة وقوة الانفجار. فلهذا السبب ينبغي أن يتم يعني إلى أهمية قصوى لصناعة هذا الجزء المهم في السيارة. هناك عدة طرق لصناعة الكرنك، لكن الطريقة العلمية الصحيحة الأمينة هو طريقة الفورجينج أو الحدادة كما نسميه باللغة العربية. هذه الطريقة لا تسمح بالألياف بالتقطع أثناء عمليات التشغيل، بل الألياف تبقى واحدة من بداية الكرنك إلى نهاية الكرنك، ليس كما في أعمال التشغيل وعمليات التشغيل حيث يتم قطع هذه الألياف أو قطع الحبيبات أو البلورات كما في عمليات التشغيل. وبالإضافة إلى أنه أثناء عملية التشغيل المعدن المستخدم في تصنيع الكرانك شافت يكتسب مواصفات جيدة، صلابة وصلادة وإلى آخره. أما طريقة التشغيل فهي طريقة يعني ليست بمستوى الطريقة الأولى، طريقة الفورجينج. وهناك بعض الشركات الهندية تصنع الكرانك من مادة الكاست ايرون، السباكة الرملية. هذه يعني ليس لها قيمة مقارنة بالطرق العلمية التي أشرنا إليه. هذه الصور للكرانك، هذه صورة لعملية المعاملات الحرارية، حيث لا قيمة للكرانك ولا لأي مشغولة ميكانيكية بدون معاملات حرارية، اللي التقسية والتخمير والتلدين وإلى آخره. لكن هنا يتم عملية التقسية. تحياتي.